الكراسي دي بصراحة من الكراسي الأصيلة قوي، استخدمناها كتير جدا لغاية ما استوت بالشكل ده. فأنا فكرت برضو إن أنا أعيد تدويرها وأعملها حاجة تانية. أخدت كده الكرسي وقصيت رجله من تحت ولفيته بالكرتون زي ما انتوا شايفين، ورحت جايبة خشبة وحطها من فوق. ربطتها بمسامير عشان تثبت، وبعدين رحت جايبة سفنج وجواه حطيت فايبر وكده علشان يعمل القرص بتاعها كويس، يعني من فوق يبقى متين، وزودت اكتر من كده حتى من اللي في الفيديو ده. ورحت منجدها بحتة قماش خارجية لفتها. احنا بنستخدم يا اما الدباسة يا اما مسدس الشمع، وشهادة لله مسدس الشمع ممتاز، فمفيش مشكلة خالص انك تشتغلي بيه عشان تسهلي على نفسك. جبت القماش الرئيسي كده ورحت لفه القرص من فوق بزيادات كده نازلة من تحت في الجناب، علشان لما اغلفها بالقماش كل الحاجة اللي من تحت دي تتدارى. تمام. الكرسي طبعا حضراتكم شايفينه مفتوح من تحت اكتر من فوق، من فوق كنيس شوية. بجيب السفنج وبلفه بالمنظر ده كده عليهم. سفنج تخين يكون سمكته مش اقل من سنتي. وبعدين جبت القماش الرئيسي ولفيته برضو بنفس الطريقة، بتتني من فوق ومن تحت على نظافة خالص. الوسع اللي من تحت بتاع رجل الكرسي انا بشتغل عليه في الاول، بيعوم معايا من فوق، بيبقى فيه زيادة كده بتاخديها من الداخل بايديكي كده بالراحة بالابرة، زي البنسة بتاعت الجيبة مثلا، ولا يعني البنسة كده، عريض من فوق على رفيع من تحت، مفيش بالدفن كده على طول، فبتتدارى من جوه. بنكون تانيين الطرف من فوق ولازقينه برضو بمسدس الشمع، والطرف من تحت تانيينه كده، وبنغلف بأي حتة جلد عندك أو أي قماش قديم، أي حاجة بتقفلي بيها المنظر من تحت، علشان التراب وعلشان خاطر برضو يبقى منظره حلو. جبت الشريط الفرنشة ده ورحت لفاه برضو كده، وبرضو باستخدام مسدس الشمع، وطلع بف في منتهى الجمال وشيك زي ما حضراتكم شايفين. ولو الفكرة عجبت حضراتكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير. سلام عليكم.